السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوسيه ريفيرو مدرب أسباني فجأة اسمه ارتبط بالأهلي، وفي وسط الزحمة دي السؤال الحقيقي: هل هو مجرد صفقة طوارئ ولا مشروع طويل المدى؟ تعالوا نحسم الكلام ده سوا بالأرقام بالعقل وبعين فنية. تعالوا نعرف الأول مين هو خوسيه ريفيرو. ريفيرو مدرب أسباني عنده 47 سنة. مسيرته التدريبية بدأت كمساعد مدرب في فريق هلسنكي في الدوري الفنلندي سنة 2016، وبعد كده مدير فني لنادي انتر توركو الفنلندي سنة 2019. لكن التحول الكبير حصل لما راح اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي سنة 2022، ومن الواضح ان التجربة الجنوب افريقية كانت نقلة نوعية في كاريره اللي يعتبر لسه بيتبني في عالم التدريب. اجمالا كمدير فني لعب 233 ماتش، كسب 138، اتعادل 35، خسر 60، سجل 396 واستقبل 221، يعني بيسجل بمعدل 1.7 جول كل ماتش وبيستقبل اقل من جول كل ماتش. معدل النقط في كل مباراة 1.93%، وده رقم قوي جدا. مع اورلاندو بايرتس كسب كاس جنوب افريقيا مرتين، منهم مره ضد سان داونز، وحقق بطوله MTN8 3 مرات على التوالي. بطوله MTN8 دي مش سهله ابدا، لانها بتجمع اقوى 8 فرق في دوري الموسم اللي فات، وفيها منافسه شرسه جدا. في دوري ابطال افريقيا واجه الاهلي مرتين في دور المجموعات، اتعادل 0-0 في جنوب افريقيا وكسب في القاهره 2-1. تصدر المجموعه ب 14 نقطه قدام الاهلي وشباب بلوزداد واستاد ابيجان. خرج من نص النهائي ضد بيراميدز بعد تعادل 0-0 في جنوب افريقيا وخساره 3-2 في القاهره. يعني مدرب مش غريب على الاجواء الافريقيه ولا على الاهلي نفسه. لعب 7 نهائيات، كسب 5 وخسر 2. بالنسبه للمواجهات الكبيره فهو لعب ضد سان داونز 10 مرات، كسب 4، اتعادل 2 وخسر 4، وضد كايزر تشيفز 8 مرات، كسب 5 وخسر 3، وضد الاهلي لعب ماتشين، كسب 1 واتعادل الثاني. واضح انه مش بيخاف من الكبار وبيعرف يجهز فرقته كويس للمواعيد الكبيره. ريفيرو خلال اخر 10 ماتشات كسب 5 كلهم بتشكيل 4-2-3-1، وتعادل ماتشين، واحد بتشكيل 4-2-3-1 والتاني 5-3-2. خسر 3 ماتشات كل خساره بتشكيله مختلفه: 4-2-3-1، 4-3-3 و3-4-3. اللي عايز اقوله من الكلام ده ايه؟ عايز اقوله انه ما قدرش يكسب اي ماتش من ال10 غير بتشكيل 4-2-3-1. ودي ملحوظه مهمه جدا، انه كل ما يغير التشكيل او الاسلوب النتائج بتقل. يعني هو مدرب بيعتمد على نظام واضح وثابت، لكن المرونة عنده محدودة شوية. لما بيحب ينزل بتشكيل مفاجئ يا بيخسر يا بيتعادل، لكنه ما بيقدرش يكسب، وفي الغالب بيخسر الاستحواذ تماما لما بيعمل كده. يعني الماتش اللي خسره وهو بيلعب بخطته المعتادة 4-2-3-1 كان استحواذه 75%، يعني مسيطر على الماتش بس خسر. وده طبيعي بيحصل لأي فريق كبير، لكن لما بيغير التشكيل استحواذه بيقل ل 40% و37% كمان، يعني مفيش أي سيطرة على مجريات اللقاء. المعادلة الناجحة عند ريفيرو من أهم مميزاته إنه بيعرف يعمل توازن بين الشباب والخبرة. في أورلاندو بايرتس اعتمد على لعيبة عندها خبرات في أفريقيا زي كابيلو دلاميني وبنديلي شاندو، وادى فرص حقيقية لمواهب شابة كانت مستبعدة قبل ما يجي، زي مبوكازي ومهاون كوتا وموفو كينج، والنتيجة فريق بيجري وبيضغط وبيتطور كل ماتش. المعادلة دي لو اتطبقت في الأهلي، شباب زي كريم الدبيس، محمد عبد الله وكوكا، مع لاعيبة خبرة زي تريزيجيه، إمام عاشور، وسام أبو علي، بن شرقي، ده ممكن يكون مشروع جيل جديد ناجح للأهلي. من مميزاته كمان إنه بيحلل المنافس كويس وبيريح اللعيبة المهمة قبل الماتشات الكبيرة، ومش بيطلب نجوم جاهزة بأرقام فلكية. ورجعنا للسؤال اللي بدأنا به الفيديو: خوسيه ريفيرو مدرب طوارئ ولا مشروع طويل المدى؟ هو مدرب عنده طريقة وأرقام تدعمه ونتائج ضد الكبار، وبيعرف يكسب نهائيات وبياخد بطولات، والأهم إنه بيعرف يبني فريق. ريفيرو نفسه مش بيفكر كمدرب طوارئ، لكن بيفكر كمدرب بيبني مشروع، وكمان بيبني اسمه في عالم التدريب. بعيدا عن النتائج اللي هيحققها مع الاهلي في كاس العالم للانديه، ريفيرو ممكن يكون القطعه الناقصه في البازل بالنسبه للاهلي على المدى الطويل. شاركونا رايكم، شايفين ان ريفيرو هو المدرب المناسب للمرحله دي ولا مش متفائلين؟ سيبوا رايكم في الكومنتات، ويا ريت تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناه لو عجبكم المحتوى. دمتم في امان الله، سلام.